باقي قطع الاكسسوار معايا في مواسير التغذية. عندي الكرنك. الكرنك امتى بستخدمه؟ لو عايزة اعدي ماسورة من ورا ماسورة، وطبعا ده بستخدمه اللي هو في السخن والبارد في المواسير التغذية بتاعتي. في عندي كرنك اللي هو عادي، في كرنك بجلبتين. اخد بالي بقى من ايه وانا بشتغل في الكرنك؟ الكرنك نحطه في الوصلة اللي هي البارد، بلاش تستخدمه في السخن. الكرنك عندي انا عايزه الميه لما تدخل من الماسوره يكون في مسار بعد كده تروح لجزء الكرنك، بلاش على طول عشان ده كده هيحصل اختناق. طيب عندي طبه. الطبه دي طبعا بنستخدمها وقت الاختبار بتاع المواسير عشان يعني اعمل تشيك عليها. عندك طبه اللي هي كاب، دي لو المواسير عندك لحام. في طبه بسن لو المواسير عندك بسن. عندك كوع عادة 90، ده لو انت عايز تغير المسار اللي هو اتجاه عمودي. عندي برضو ته عادة. طبعا انا دلوقتي الماسورة عندي ولنفرض اللي هي افقي، عايزة اطلع في اتجاه عمودي اللي هو الماسورة اللي طالعة لفوق، ساعتها بنستخدم الته. طبعا في ته عادة وفي ته مسلوب. المسلوب زي ما قلنا لو الاقطار عندي مختلفة. بيبقى في عندي لي، دي عبارة عن وصلة نيكل، طبعا بنستخدمها بقى في المرحاض في الحوض في السخان. في عندي افيز. امتى بستخدم الافيز؟ لو انا دلوقتي عندي المواسير بتاعتي بس انا عايزاها اعملها اللي هو بره السيراميك. يعني انت مثلا عايز في تعديل بس انت مش عايز تعدل عشان بقى اللي هو هيبقى فيه حاجات كتيره وكده، فعايز تعمل المواسير بتاعتك بره، فساعتها بتثبت المواسير دي بالافيز بتاعتك. عندي طبعا المحابس بتاعتي. عندي 3 انواع من المحابس، في محبس دفن، في محبس عصفورة، في محبس زاوية. وهنتكلم بالتفصيل يعني عن كل محبس لوحده.